ليلة العيد حكاوي رمضانية من المتحف القومي للحضارة المصري. كان الاحتفال بعيد الفطر المبارك من الأعياد الدينية الهامة اللي احتفل بها المصريين منذ دخول الإسلام إلى مصر على يد القائد الفاتح عمرو بن العاص. لكن الحقيقة أن الاحتفال بعيد الفطر المبارك أخذ صورة مميزة جدا له، خاصة مع العصر الفاطمي ثم مع العصر المملوكي، في عادات وتقاليد مارسها المصريين وظلت تمارس حتى عصرنا الحديث. والحقيقة إن الاحتفال بعيد الفطر المبارك كان بيتخذ عدد من الخطوات والعادات اللي بيعملها المصريين في المنازل وفي القصور خلال العصور الإسلامية المختلفة، اللي بينت قد إيه المصريين كانوا لهم خصوصية جدا بالاحتفال بهذا العيد. وعشان كده كنا بنلاقي إن الاحتفال بعيد الفطر المبارك كانت بتبدأ بوادره من فترة كبيرة قوي قبل العيد نفسه. فكان المصريين بيستعدوا لاستقبال عيد الفطر المبارك قبل عيد الفطر نفسه على الأقل ب7 أيام، لما كانت المنازل بتستعد لاستقبال هذا العيد بإعداد الأطعمة المحلاة وإعداد الكحك والفطائر والحلويات المختلفة. ثم كانت كل المنازل في القاهرة بالذات بتتميز بالقيام بتنظيف المنازل وكنس ومسح الأرض، ثم رش الملح في أركان المنازل علشان خاطر يحمي المنازل من الأرواح الشريرة ومن الشياطين التي كانت مسلسلة طوال شهر رمضان المبارك، فخوفا من أن تنفك هذه الشياطين من سلاسلها وتهاجم المنازل، لذلك كانت ترش المنازل بالملح لتطرد هذه الشياطين والأرواح الشريرة. ومع نهاية شهر رمضان المبارك بيبدأ الاستعداد لاستقبال هلال شهر شوال وليلة استطلاع الهلال علشان إعلان العيد. ولذلك بعد غروب شمس آخر يوم من أيام شهر رمضان المبارك بيتحرك موكب كبير برئاسة قاضي القضاة وعلماء الدين وأرباب الطرق الصوفية والاحتفالات الشعبية، وبيتجهوا إلى جبل المقطم. وهناك في جبل المقطم في منطقة البرصد بيقف هذا الركب الكبير ويستطلع في الأفق بعد غروب الشمس هلال شهر شوال لكي يتحدد بداية شهر شوال وإعلان بداية عيد الفطر المبارك. إذا تأكد أن الغد هو المتمم لشهر رمضان المبارك فبيعلن أن غدا المتمم لشهر رمضان، ويعلن ذلك في المساجد ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، ويعلن على مآذن المساجد، وتعرف الناس أن غدا هو المتمم لرمضان وبعده بيكون العيد. فتبدأ تتحرك المواكب في القاهرة بالأغاني والاحتفالات، والأطفال تمر في الشوارع وهي تحمل الفوانيس مودعة لشهر رمضان المعظم ومرحبة بعيد الفطر المبارك. ليلة العيد بتقوم المساجد بوداع شهر رمضان المعظم، وتنشد الأناشيد بعد صلاة العشاء ومع الأذان: لا أوحش الله بك يا شهر الصيام، لا أوحش الله بك يا شهر القيام، لا أوحش الله بك يا شهر الرحمات. ويعرف الناس أن غدا إن شاء الله هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وفي صباح عيد الفطر المبارك وقبل صلاة العيد بيتحرك موكب الخليفة أو موكب الوالي من مقره سواء في القلعة أو في قصر الإمارة بموكب كبير جدا بحراسة الجند والحرس التي تدلل على هيبة الدولة وقوتها، بيتجه إلى المسجد الجامع في العاصمة، وكان عادة بيبقى في مسجد الأزهر الشريف. وهناك بتقام صلاة عيد الفطر المبارك بحضور عدد من الأمراء والوزراء وكبار رجال الدولة وقاضي القضاء وأرباب ومشايخ الطرق الصوفية وحضور الوالي نفسه. وبعد إتمام الصلاة
بيعود الموكب إلى قصر الإمارة ويتبعه العامة ويتبعه الناس بالأغاني والأناشيد، حتى إذا ما جلس الوالي أو الأمير في قصره بتتوافد عليه الأمراء وكبير القضاة والشيوخ وأرباب الطرق الصوفية مهنئين له بعيد الفطر المبارك. أثناء هذه التهنئة هو بيعطيهم الهدايا والخلع التي كانت تمنح للضيوف في هذه المناسبة الكريمة. وأمام القصر، قصر الوالي، كانت بتقام خيمة كبيرة جدا. في هذه الخيمة بتعد الحلويات والفطائر والكعك لعامة الناس، ثم تقام الاحتفالات الشعبية أمام خيمة الوالي، حيث يقوم سباق الخيل وأيضا ألعاب المبارزة وألعاب المصارعة، وينطلق الناس إلى الحدائق وإلى نهر النيل علشان يقضوا اليوم السعيد، يوم العيد، عيد الفطر المبارك، ابتهاجا بهذا العيد إليهم. كما يفرح عامة الناس بأمر الوالي في اليوم الأول من عيد الفطر المبارك عندما يأمر بإطلاق سراح السجناء. هذه العادات والتقاليد التي مارسها المصريين منذ العصر الفاطمي ظلت متوارثة ما بين أبناء الشعب المصري حتى عصرنا الحديث، والتي تؤكد على أن الروح المصرية باقية إلى الأبد. كل عام وأنتم بخير، عيدكم أحلى معنا من المتحف القومي للحضارة المصرية.